مرت أيام سلتنا وجن عقبهم ليالي سود، سلتنا روحين كنا بجسد والدهر، سلتنا ما تملي من وفاهم من فتات وفات، تميت من عقبهم أحمس بروحي وفات. قالوا لي انسى المضى واترك يا غاتي الفات، قلت احنا جزنا من العنب والريد سلتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي مشاهدي قناة الغدير، حلقة جديدة من برنامج غدير الشعراء. قبل لا أبدأ بالحلقة سأنوه، وقبل لا أقول اسم الضيف سأنوه أن هذه الحلقة ستبحث بالشعر وأدوات الشعر وأدوات النقد، لأني وجدت ضالتي في ضيفي العزيز. رحبوا معي بالشاعر والكاتب والناقد شاكر التميمي. حياك الله وأهلا ومرحبا وكل التحايا ولآخر الكلام. الله يحفظك ويسلمك أبو محمد المياحي الشاعر الكبير. طبعا أنا يعني خجلان على هذا الترحيب وهاي الحفاوة حقيقة. أقل الواجب. الله يحفظك. هاي إن دلت تدل على نبل أخلاقك وسمو موهبتك ورفعتك بهذا المجال اللي هو أكيد يعني أنت شاعر لك بصمتك وإلك حضورك بالمشهد الشعري. شكرا جزيلا لهذا التقديم الرائع. يطول لي عمرك ويحفظك. الله يخليك. أنت اليوم ما تخلص مني صراحة، لأنه أنا أدور سنين. نعم. أريد واحد إمكانية يعرف أوزان الشعر الشعبي وبحور الشعر الفصيح، نعم. ويعرف دوائر الخليل ويعرف أدوات النقد زين، ويسلط الضوء على كل طارئ وكل غريب دخل إلى جسم الشعر الشعبي أو الشعر بصورة. طبعا هي مهمة صعبة أكيد، وأنا أشكرك على يعني هذا أنا أعتبرها مبالغة وتدل على تواضعك. لا. يعني احنا اللي قدرنا عليه أبو محمد إنه بسطنا هذا العلم الشائك. يعني الكتاب أنا اللي أصدرته أول كتاب اللي هو أوزان الشعر الشعبي في ميزان الفراهيدي، كتاب بسيط جدا. أريد أقول بأنه يا الشعر أو الأوزان الشعبية والعروض الشعبي مو بعبع يخوف، مو صعب. نعم. سهل جدا، بدليل انه حتى المو شعراء نعم. بدأوا يقرون الكتاب وبدأوا ينظمون. ما اقول لك صاروا شعراء، لان الشعر مو فقط تصفية كلام موزون ومقفى. نعم. الشعر هو احساس. يعني اذا ما يوصلني وجعك واحساسك وفكرتك مو شعر، بغض النظر عن التفاصيل الاخرى او الشكل اللي تضع به هذا الاحساس. فهاي يعني محاولة انا اعتبرها متواضعة. قبل لا تقرأ وقبل لا أي شيء، خلي اليوم نكون الحلقة خلي تكون أكاديمية بحتة، خلي تكون تعليمية بحتة، خلي شو نسميها أستاذ شاكر. ليش؟ لأنه أنا أريد الشباب اللي جاي ينزلون الآن للساحة، وشباب واقعا بدون أنه أريد أجامل أو أريد أكسبهم، ما عندي شيء يمهم، لكن عندهم إمكانيات جيدة، ولكن هذه الإمكانيات مغلوطة بعض الشيء بالنسبة إلى الوزن زين، وجاي يثقف المستمع ويستقبل الزحافات ويقول هذا من ضمن الشعر زين. يعني هي الحالة أنت بعين الخبير وأنت شاعر لك حضورك الفاعل بالمشهد الشعبي من خلال المهرجانات، من خلال اللقاء، من خلال حتى البرنامج. يعني احنا تابعنا كم حلقة منه، رصد خبير يدل على أنك مواكب التطور، رغم أنه بعض الأسماء هسه الآن بالساحة، الأسماء اللي مثل حضرتك وغيرك، بما أنه وصل إلى مرتبة معينة من الشهرة يبدي ما يواكب، ما يعرف يعني الشعراء هسه صاير بالشعر هسه هذا الوقت. فحضرتك من خلال رصدك لهذه الظواهر تدل على أنك لازلت على تماس مع الشعراء الجدد اللي هم اجوا وراك عشرات السنين، يعني 30 سنة أو أكثر.
نعم، الشعر الآن أكو ظاهرة مستشرية به، وهي أنه الجمهور هو اللي جاي يقود الشاعر أو الشعراء. البعض طبعا، مو كل الشعراء يقودهم الجمهور. والطامة الكبرى أنه مو الجمهور الواعي اللي جاي يقود الآن. يعني هاي مسألة هاي مشكلة. يعني يكرهون البعض بأنه احنا جاي نحكي وكأنما احنا جاي نريد متحملين على مو بعض. متحاملين، بالعكس. لا، بس هو هذا الشعر الآن هسه اللي جاي نسمعه، وأنا هسه من خلال الفيسبوك يعني، وحتى من يشوفوني بالشارع الشباب يعني يجي يقول لي علمني شعر. يابا ما الشعر ما يتعلم. شلون يعني انت لو شوف هسه الرسائل اللي تجيني بالخاص، استاذ احنا نريد نصير شعراء، وكانما راح يدخل دوره، وكانما هي مثلا اي مهنه. ممكن يصير واحد ميكانيكي، او ممكن يصير نجار، او ممكن يصير بناء. هاي ممكن تتعلمها، بس هاي موهبه يابا. استاذ شاكر، سمعني شيء للحشد، لانه هذا مثل الواجب اولا حتى بعدين نبدي قلت لك انه انا راح اليوم الغي كل المحاور وما لي علاقه، لان بس الحشد واجب انه نقرا له. طبعا اكيد، يعني كل ما يقال للحشد وللقوات الامنيه بشكل عام يعني قليل. يعني الكلام، شنو الكلام امام هاي التضحيات الجسام. بس هو هذا البرنامج هو دورنا احنا، دورنا كشعراء ممكن هو هذا البرنامج واجبه الحشد الشعبي. نعم. شكرا الكل من زرع بالظلمه نور. شكرا الكل من زرع بالظلمه نور، ومسح بيد الفرح دمع صغارنا. وشكرا الكل من قدر يمحي الاحزان ويشطب الهم ويبرد نارنا. الورد والبارود ينجم عن حرام. الورد والبارود ينجم عن حرام، والصبح بالليل صعبة تقارنه. غيركم طشوا ملح فوق الجروح، وانتم طشيتوا الافراح بدارنا. الله. الرجال تبين بوقت الملمات، والزلمة عليه تشهد طباعه، وانتم تشهد لكم ساحة الكون. ضربت اروع مثال على الشجاعة. هنيال اللي يسدعوا زهله بالضيج، وهنيال اللي يحن بدمه قاعه. اتحدتوا بهمه وحده، وكلكم ايمان بان ايد الله فوق ايد الجماعه. من نادى الوطن قلتوا له عيناك، لبيتوا الف سمعا وطاعه. وصغت ارواحكم للمركب شراع. نعم مركب نصر انتم شراع. نعم. من نادى الوطن قلتوا له عيناك. لبيتوا ألف سمعا وطاعة، وصغت أرواحكم للمركب شراع. نعم مركب نصرنا انتم شراعة. جسد واحد شعبنا بكل الألوان، وحدة وما تبدل هالقناعة. جسد واحد شعبنا بكل الألوان، وحدة وما تبدل هالقناعة. وإذا أمن الشعب يتهدد بيوم، الحشد والجيش بالموزمة ذراع. إذا أمن الشعب يتهدد بيوم، الشرطة وحشد بالموزمة ذراعة. تعافى الوطن هسه وبيدكم طاب. تعافى الوطن هسه وبيدكم طاب. سواعدكم هذن مسحنة وجاعة. علقت أرواحكم بالدرب شمعات منام، وعينكم ما تغفى ساعة. إلكم ألف شكرا والف ممنون، والف بوسة وفع للصان قاعة. بقد دموعها الروت القاعة، وصوغت لبن ساعة وداع. إلكم ألف شكرا والف ممنون، والف بوسة وفع للصان قاعة. بقد دموعها الروت القاع، وشوغت لبن ساعة وداعة. شلون نوفي حقه الشايل الروح، على شفيده وعلى الحق عمره باع. شلون نوفي حقه الشايل الروح، على شفيده وعلى الحق عمره باع. الشاعر على يضحي بدمه شي يقول؟ الكم ينحني ويسجد يراعى. الشاعر على يضحي بدمه شي يقول؟ الكم ينحني ويسجد يراعى. القصايد ما توفيكم يا الابطال، الى كل منتسب يراد ذا. الله. الى كل منتسب يراد ذا. الله. جميل استاذ شاكر. امسح العرق. خليني اسالك انا براحتك. اوزان الشعر الشعبي. نعم. نقول اوزان الشعر الشعبي. يقال
بحور الشعر الفصيح العربي العمودي. عندما وضع هذا العلم اللي وضعه الخليل بن أحمد الفراهيدي قبل بالجاهلية وصدر الإسلام والعهد الأموي لعنة الله عليهم والعهد العباسي إلى منتصفه، حتى بدأ الخليل بوضع علم العروض. كانت الناس تنظم على السليقة، والمتلقي كيف كان يعرف الوزن وقف؟ كان الأذن، على الأذن تعودت على كلام مموسق، فإذا نشزت هذه الموسيقى يقول له قف بشعرك وقوفه. زين، اجى الخليل قال لي كل شيء وزن. بعد الحادثة معروفة انه طب سوق الصفارين، ما اريد بعد تفاصيل. زين، قال لي كل شيء وزن، ووزن الكلام التفعيلة. وضع التفعيلات وجعل البحور كل 5 بحور أو 4 متقارب التفعيلة بدوائر، وسميت مرة الدوائر العروضية. الدوائر العروضية. زين، الآن احنا البعض يتهمنا انه احنا غرباء عن اوزان، عن بحور الشعر العربي الفصيح. نعم. آنذاك لم يكن هناك الا الفصيح العمودي، لا كان اكو شعر حر ولا كان اكو شعر شعبي، فوضعت قواعد الشعر على اساس العمود، على اساس العمود. زين، احنا عادي طياره تتعدى علينا ما ادري شنو، المهم سولف. اوزان الشعر الشعبي استاذ شاكر، نعم، اشتقت حتى المستمع والشاب اللي يريد ينمي امكانيته يسمعك، اشتقت من نعم. لا هي اكيد او غريبه. يعني هو ابو محمد، استاذ ابو محمد، اولا الكلام الدارج الشعر الشعبي عموما بكل الدول العربيه اللي بيها شعر شعبي هو مو كلام عربي بحت، يعني مو كلام اعجمي. اغلب المفردات اللي نقولها احنا هي مو عربيه، بدليل لو نحكي اللغه العربيه كان حكينا فصحى. فاحنا من نكتب الشعر الشعبي نكتب الشعر اللهجه واللهجه. زين، احنا هسه حتى بالعراق عندنا لهجات متعدده مو لهجه واحده، يعني ما الشعر ابو الموصل ما يكتب مثل الشعر البصري، لا البصري، وابو النجف والفرات ابو العماره ما يكتب مثل بالبصره، ابو الناصريه ما يكتب مثل بالديوانيه. فهاي لهجات متعدده، اللهجات جايه من نتيجه تلاقح او يعني تزاوج بين اقوام او ثقافات اخرى، فتتولد هاي المفردات اللي هي الان هسه حتى بعصر الانترنت عندنا مفردات ما كانت موجوده قبل 10 سنين. هي متطور الان بالضبط. كذا مصطلح يدخل على اللغه بالضبط. فهو الشعر الشعبي اذا نريد نقيسه بالشعر العمودي الخليلي الفراهيدي نشوف انه ما ينطبق ب 100% يعني نسبه معقوله من القبول ينطبق على الفراهيدي، على اوزان الخليل بن احمد الفراهيدي. ليش؟ الكلام يتكون من ساكن ومتحرك. اي كلام يعني هسه نقول احنا من نوقف نسكن. العرب تقف على ساكن. بالضبط، يعني لا تقف على متحرك. لا تقف على بالفصحى عندهم السبب الخفيف والسبب الثقيل والوتد المفروق او المجموع والمبسوط او والزحافات من ضمن بالضبط. وعندهم فاصله صغرى وفاصله كبرى. احنا بالشعبي ما عندنا هاي الاختلاف، وجه الاختلاف بيننا وبينهم. الفاصله هي 3 حروف متحركه يتبعها ساكن، او 4 حروف متحركه يتبعها ساكن. احنا باللهجه ما نقول هيك. زين، يعني هسه هم مثلا يقولون سمكه. انا خلي اقاطعك ابو استاذ شكر، خلي اخذ اي فاصل، وانت ماده دسمه اليوم. الله يحفظك صراحه انت اروع. اي، وهم تقرا ان شاء الله. نكمل البحث اليوم، لازم اكمل ان شاء الله. حاضر. اعزائي المشاهدين، فاصل ونعود اليه.
أبكيك فخرا إن بكوك حدادا، وأذوب فيك محبة وودادا، وأطوف في دنيا الصبابة عاشقا دق الهوى في قلبه أوتادا. كم كان قلبي للغرام معاندا، لكن هواكم قاده فانقادا. فدمي إلى دمك الشريف مسافرا، وخطاي تسبقني إليك جيادا. لم تبغ ما بغت البغاة من الدنا زبدا، ولا ما الجاهلي أرادا، لكن أردت لنا الحياة بعزة لا الكفر يحكمها ولا من عاد. هم فتية زحفوا إلى آجالهم، مثنى تناخوا للردى وفرادا. خذنا قرابينا على درب الهوى، واجعل دمانا للرماة عتادا. الله. اقرأ لي لأهل البيت شيء حتى أكمل، حتى أستغلك الله استغلال بشع اليوم. زين، الله يخليك. اقرأ أنا لسيد البلغاء والمتكلمين أمير المؤمنين يعسوب الدين الإمام علي سلام الله عليه. نعم ونعم ما اختاريت. بيك يا الكرار ظل ثابت الدين، بيك يا الكرار ظل ثابت الدين، بغيرك الإسلام ما كان انوجد. لو ما سيفك كان ما أذن بلال بكل صلاة، وكان غير الله معبد. بيك يا الكرار ظل ثابت الدين، بغيرك الإسلام ما كان انوجد. لو ما سيفك كان ما أذن بلال بكل صلاة، وكان غير الله انعبد. انت باب العلم سماك الرسول، زين، بهاي قبل المؤمن الكافر شهد. انت باب العلم سماك الرسول، بهاي قبل المؤمن الكافر شهد. وانت من يوم الصرت ما دنقيت الوثن، والوجه الله بس وجهك سجد. الله خلى وتاد للقاعد جبال، وانت يا ابو الحسن للدين الوتد. انت باب العلم سماك الرسول، أكيد. بهاي قبل المؤمن الكافر شهد. وانت من يوم الصرت ما دنقيت الوثن، والوجه الله بس وجهك سجد. الله خلى وتاد للقاعد جبال، وانت يا ابو الحسن للدين الوتد. الله خصك يا علي بأشرف صفات، يا شريف النسب من أب وجد. الله خصك يا علي بأشرف صفات، زين، يا شريف النسب من أب وجد. أنطاك ما لم يعط بعض الأنبياء، وما نطل قبلك ولا بعدك أحد. اليوسف انطى الباري سبحان الجمال، والسليمان الطمال بلا عدد. اليوسف انطى الباري سبحان الجمال، والسليمان الطمال بلا عدد. وانت من صلبك خلق آل الرسول، واسمك من اسم علي اشتق الصمد. الله الله الله. انت من صلبك خلق آل الرسول، واسمك من اسم علي اشتق الصمد. يكفي انك يا علي كفء البتول، يكفي انك يا علي زوج البتول. الدين خيمه وانتو للخيمه عمد، لاذت بسد نخله من جاه المخاض. مريم وعيسى النبي هناك انولد، وانت امك ولدتك باشرف مكان. الياهو غيرك صارت الكعبه مهد، لاذت بسد نخله من جاه المخاض. مريم وعيسى النبي هناك انولد، وانت امك ولدتك بطهر مكان. الياهو غيرك صارت الكعبه مهد. انت ابو القاسم محمد من نخاك باحد، بيهم صلت صولات الاسد. قال ادركني علي، وما قصريت، صارت صدور العدو لسيفك غمد. اعذرني يا مولاي ما قلت قليل، بحقك وما توصفك اشعاري ابد. تخيلت وجهك رجف قلب اشتياق، ورهبة اسمك خلت لساني انعقد. اعذرني يا مولاي ما قلت قليل، بحقك وما توصفك اشعاري ابد. تخيلت وجهك رجف قلب اشتياق، ورهبة اسمك خلت لسان انعقد. بروحك الشرفت يا ابو حسين السماء، والنجف مولاي شرفها الجسد. الله. النجف مولاي شرفها الجسد، النجف الاشرف. الله. هذا يعني اعطيني اجازه هيك من عندك دقيقه. أي. اخر اقرا المقطوعه الامام علي لانه شوقتني وغرت من عندك، لازم اقرا. والله شرف اسمعك ابو محمد. يا بس ما انت
وشفايفنا عتق بيها البكي من يومنا لسه. الله. يا بسمنته وشفايفنا عتق بيها البكي من يومنا لسه. يا فرحنته وحزننا تلول يتفلش لو انصفناتنا الجسه. يا كل شي انت المضى والجاي والهسه. يا ضاحك والسيوف فياي فوقك والحرب شرسه. معلم والزمن تلميذ عندك يحفظ الدرس. شريد اذكر شريد انسى علم مولاي انت الباب. شرف بيك الشرف ما غاب. شجاعة ما شهد بيها منافق حاقد وكذاب. علي باسمك هتف جبريل يدوي بكل اذن حسه. علي وضدك وعاداك خلي يرشد ابوه منين ويراجع اصل رسه. علي من جاع طير الحوم من لحم الزند عسه. علي ما لمته سوالف ولا واصف وصف نفسه. علي آية علي ثاية علي للكون تتشاية. علي كل شي علي بيه الفلك يمشي. علي نسمة علي بسمة. علي من الشمس تخجل إذا يوم افترى برسه. أحسنت. الله الله. زين فالشاكر. الآن أنا من أقرأ الموال. من أقرأ الموال. نعم. اللي هو الزهيري تقصد؟ الزهيري. نعم. موال يطلق عليه لأنه إذا أدي اسم الأداء ممكن يكون موال. ممكن. فأغلب عليه هذا الاسم. نعم. صار موال وإلا هو اسمه زهيري. صح. زين. مثلا إذا أقرأ يا صاح بيضة ودادك ما وراها في صفر. ومنه اللي بذنك علينا من العواذل صفر. معتدل لونك ولوني من التجافي صفر. أنبيك حالي وصل للموت واشرافه. اي والنبي والعرش والبيت واشرافه. انا من اشوفك هلال العيد واشرافه. هاي المروه من اجيك تقول هلال صفر. انا اذا اقول هذا الموال واقول ودع هريره فان الركب مرتحل. فهل تطيق فراقا ايها الرجل. هذا البحر وهذا الوزن تقارب البين. هل تشوف الزهيري اشتق من البسيط او هو التفعيله قريبه جدا تكاد تكون متطابقه. ولكن قلت لك اكو فروقات. يعني احنا عندنا مثلا التقاء ساكنين بالشعر والكلمه اللي بها ساكنين فتضطر ان تكسر الحرف الساكن الاخير وتروح على الكلمه الاخرى. هنا اللي قلت هنا اثنين ينحدرن وفق المنظور العروضي من بحر البسيط اللي هي تفعيلته مستفعل فاعل مستفعل فاعل او مستفعل فعل مستفعل فعل. يعني عدة تسامحات به وبعدة أشكال من التفاعيل. زين. هذا ينطبق مو بس على البسيط بالشعبي. يعني إذا تجي على مثلا أكثر نايل. النايل بالشعبي نسميه نايل أو زهيري. هو بالفصيح يسمونه بحر البسيط. بسيط. بينما أنت تجي مثلا على أكثر البحور الشعرية الخليلية تداولا أو اشتقاقات بها بالشعر الشعبي هي الرجز. الرجز بالفصيح قديما كان يسمى مطية الشعراء لسهولته لكثرة ما يركبون الشعراء ويكتبون به. يعني بساحة القتال يقال. بدليل انه بعض من المؤرخين والنقاد بمجال العروض ما يعتبرون الشعر. هو جاي اسالك انا الان من قلت البسيط قلنا الزهيري. من قلت الرجز اكيد راح ياخذنا الى الميمر. الان اذا اقول انا على الميمر وعلى الميمر وعلى الميمر ظل بغرورك يا حبيبي الأسمر مثلا. وأقول إني أنا الحر ومأوى الضيف أضرب في أعناقكم بالسيف. ما أريد أقطعها العفو ما أريد أقطعها التقطيع العروضي. أريد أضربها ضربات. أقول إني أنا الحر ومأوى الضيف وأقول الميمر الميمر الميمر. يعني هل إيقاع هذا؟ نعم. هذا متطابق. شوف الطريقة البدائية لمعرفة أنه هذا الوزن ينطبق على هذا البحر هي طريقة التنغيم أو الغناء. مثلا الأغنية المشهورة على الميمر على الميمر على الميمر ركب عليه هذا الكلام. ركب عليه الكلام الفصيح. أني أنا الحر ومأوى أني أنا الحر ومأوى الضيف أضرب في الميمر مثلا. إذا تريد الطريقة البسيطة اللي تعرف بها هل هذا متطابق تطابق تام من طريق التنغيم. من تنغمها موسيقى. هي الموسيقى شنو؟ نفسها الأوزان. الإيقاع العروضي هو إيقاع وزني.
لهذا السبب كانت العرب قبل الخليل، لأنه بمنتصف العصر العباسي اجى، لهذا العرب كانت تستمع على السماع. طبعا يعني يقال بانه اول ما كتبوا الاوزان كانوا ما يعرفون اسمها بالجاهليه، احكي لك يكتبونها مثلا على الايقاعات الطبيعه اللي عايشين بها، يعني الاشياء اللي مثلا البحر المتدارك بالفصيح اللي احنا نسميه عقيلي بالشعري، كانوا يسمونه قطر الميزاب. قطر الميزاب هو مرزيب احنا نسميه مال المي. فالقطره من توقع تك 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 فعل فعل فعل، او يسمونه الخبب، مشي الخيل، مشي الخبب. فالقوائم الاربعه للفرس من تمشي تصير فاعل 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 فاعل. المؤرخين او المشتغلين بحقل العروض والاوزان والايقاعات من اجوا قالوا احنا يعني يعيبون على الفراهيدي بانه هو ما قال بحر المتدارك، هو فعلا ما ذاكره من ضمن البحور. يعني هذه بيها كلام انه تداركه الاخفش. الاخفش هي بها اشكال. لا ما أنا طبعا آراء، لان بعض المؤرخين اللي اخذوا بها شهادات دكتوراه يعني ودراسات كتبت بهذا الجانب يقولون لا، الخليل بن احمد همل المتدارك، هو كان يدري هذا العملاق العقليه الفذه مثل الخليل بن احمد الفراهيدي يعني يفوت عليه هيك بحر، اعتباره من الشواذ، من الايقاعات الشاذه. ليه الشاذه؟ لانه كل تفاعيل الاربعه عاده ما تجي الزحاف. الزحاف هو تغيير يطرأ على ثواني الاسباب، هو مو بالمعنى الشائع الان اللي هو القصيده الفلانيه زاحفه. هو ماكو قصيده ما بها زحاف، يعني الزحاف مقبول، الزحاف موجود بالجسم بالتفعيلات، تغيير يطرأ على التفعيله. بس احنا بس يقال يستخدمه اضعف الشعراء. لا هو يجي بدون يعني هسه حضرتك ابو محمد انت شاعر معروف وعندك خبره بالمجال الشعر طويله، يعني كتبت فد يوم قصيده وقلت انا راح اكتب متدارك لا او راح اكتب بسيط، لا اكتبها وبعدين اعرفها، بعدين تعرفها. فماكو واحد يعني هي يجي بها زحافات. الزحافات المقبوله اقصد، مو الخروج عن الايقاع. الخروج عن الايقاع هذا اللي انا جاي اعاني من عنده الان. اكو شعراء جاي يخلون اذن المتلقي مع الاسف تتعود على الوقوف زين وتجعله من وزن الشعر. يا اخي الان الدارمي يتحمل وقوف، يعني هو الدارمي عن طريق الاذن انت تقدر تقيسه. زين هسه احنا ضربنا مثال على الميمر اللي هو الرجز بالاغنيه لحنها. هسه هاي معلومه هم المشاهدين والشعراء الشباب الان. شاهدنا على حكايه بعض المؤرخين اللي يقولون بانه الفراهيدي تيه او نسى او غفل او هو همل المتدارك، على اعتبار انه الزحاف يجي بتفعيله بس مو باربع تفاعيل. المتدارك التام يفترض ان يكون فاعل 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 فاعل، مثلا جاءنا شاكر عامر سالم. استاذ شاكر هسه نكمل. اليوم احنا لغينا كل المحاور وحلقه انا الان صراحه منطلق ومتونس وكلي انت شكر. محاور جيد وممتاز. الان نروح الى الابوذيه واصله والمن يرجع بعد ما اخذ الفاصل. زين احبتي فاصل ونعود اليه. هلا يلي بربا ياسين مرباك ومر اضحك دعاني الوقت مرباك لابد عوز يا ابو الحسن مرباك وتعرف مرور توش بيدي. انا عدت اليكم احبتي وتعمدت ان اقرا الابوذيه امام الاستاذ الحبيب شاكر التميمي. الله يخليك. الوافر. نعم.
تفعيلة مفاعلة مفاعلة فعول. الوافر المفاجأة بهاي الحلقة اللي راح أقولها إنه طبعا حضرتك تريد تقول بأنه الأبوذية انا ما قلت، هي انت وافر. عرفت. ماكو، هاي على لساني واقولها بقناة فضائية طبعا، مو قايلها بيني وبينك. ماكو بيت من الشعر الشعبي ينحدر من بحر الوافر، ماكو، لسبب بسيط انه بس طبعا تدخل عليه علة العصب وهي تسكين الخامس المتحرك فيقلب الى مفاعل، يصير يسمونه، وهذا تسمية مو شائعة، يسمونه الوافر المعصوب، لانه دخلت عليه علة العصب اللي هي تسكن الخامس المتحرك. ما فا عي لا ما اف عي لا، هاي اللي متحركه تصير شو يصير؟ مفاعلت فعول، فيقلب الى مفاعيل فعول، نفس التفعيل. فمن تدخل علة العصب على الحرف الخامس المتحرك بالوافر تقلبه من مفاعلة الى مفاعيل، لذلك يسمى بالوافر المعصوب. احنا نقول هزج، انا بالنسبه لي بالكتاب اللي كتبته اقول هو ما عندنا وافر، عندنا هزج، مفاعيل، ويجي مفاعيل فعول اللي هو النصاري والابوذيه نفس هو جاي نقوله بالضبط. هذا الان مثلا اكو اراء لاساتذه مثل بعد تجاوبني على هذا السؤال ولو هو راح يشعب. نعم. خل اسمع منك في شيء وجداني حتى ارتاح وبعدين ارجع وجداني جبناها على الكبر والنسيان وانا اقرا برقه، فاكو ناس عندي ويا قصيده جزء. بعدنا صغار شو بسرعه كبرنا، بعدنا صغار شو بسرعه كبرنا، وغفلا باق من عندنا عمرنا، بعدنا نسابق الريح ونتعب المراجيح، ذبلنا وعدر بظل بس عطرنا، بعدنا صغار شو بسرعه كبرنا، بعدها الروح غيمه وتمطر اشواق، وبعدنا نواعد ونحلم ونشتاق، ما تغيرنا السنين من نحب مجانين، ننوم الليل اذا مر سهرنا، بعدنا صغار شو بسرعه كبرنا، علينا استعجل الشيب واجانا، علينا استعجل الشيب واجانا، نضحك للهوى اللي يمر لقانا، اجا وما يعرف شلون، اجا وما نعرف شلون، صحيح تغير اللون وتعبنا الوقت بس احلى صرنا، بعدنا صغار شو بسرعه كبرنا، وغفلا باق من عندنا عمرنا. ذكرتني بمقطوعه خلي اليوم اجاريك اقول هلا يا تالي لجروح تفضل حاضر الروح، هلا يا تالي لجروح تفضل حاضر الروح، للي يجرحنا دلي وصرت مجروح كلي، معلم صرت للنوح، هلا يا تالي لجروح، يا آخر جرح حاضر مكانك ولو بالعمر متأخر زمانك، تفضل خل عرفك على اخوانك، الله هذا اول جروحي وهذا اللي بيه نوحي وهذا الجرح مجروح، هلا يا تالي الجروح، يا اخر جريح ابدي بعذابك اسمه دايما تاخذ حسابك، انا بتالي العمر وانت بشبابك، ما بي اسهر الليل ولا ظل بالقلب حيل ولا اقول لك ولك روح، هلا يا تالي الجروح. مو صعب ذا انذبح، مو صعب ذا انذبح وانقلب كل جرح، بس صعب ذا انخدع وظنوني بيك تخيب، الله صح قاسي كان الدرس بس عبره منه اخذت نوبات حتى الجرح بالنار الله يطيب. الله 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 الله. السهم لما يهد ما يهم نوع الهدف، المهم عده يصيب، وجقد بيه محن الشمع، جقد بيه محن الشمع، ينزف حياته ضوء وصاغ ان روحه يجيب، وانت ولا هزتك يا صاحب مروتك، لا فاد بيك الوفا لا بيك غزر طيب، وك ما تنسى فضل السماء من تروح هاي الشمس، الله ما تنسى فضل السماء من تروح هاي الشمس، ذمه برقبه النجم تتركها من تغيب، الله ومو بيك، مو بيك بي الذنب، خاويتك وامنت بيك وحسبتك ذخر واندري اصلك بيك، كنت تدري اصلك بيك. نرجع لحديثنا
أحسنت. أولا أحسن الله نرجع إليك. إلى حديثنا. بعض الأساتذة اللي تلمذت على إيدهم بالنسبة، قبل لا ننتهي ولو نمر على القافية مرور الكرام، ذكرني خاف أنسى، نمر على القافية. هم عندنا مشكلة مع الشعراء بالقافية، حروف الروي يعني تقصد؟ بحروف الروي عندنا مشكلة بالقافية. المهم اللي تلمذت على ايديهم اساتذه مثل جنابك كبار، وهم الاستاذ يقظان منشد نايف الجريان والاستاذ ثامر الوندي، يقولون للبحر الفصيح جوازات. صح. زين. ومثلا ياتي مرفل يعني زي زايد سبب، او ياتي احد اي ناقص سبب. وهذه القاعدة تنطبق على ما اشتق من الشعر الشعبي، ما اشتق من الشعر الشعبي من هذا البحر. مثلا احنا قلنا البسيط اللي هو زهيري، النايل بشكل عام، والزهيري والموال. زهيري الموال. أنا لاحظت مثلا موال أهل النجف يكتب أحد، موال أهل البصرة يكتب مرفل زايد سبب. أنا لاحظت هذا الموضوع. نعم. زين. ويعني أعطيك أمثال هيك ولو شطر. مثلا يا ساري الليل أهل البصرة، أبو سرحاني يقول يا ساري الليل عقلي من ودادك شرك. زين. أو الموال مال يا شهل العيون قصدي بس أشوفك ورد. زين. نعم. إنها شنو يعني تفعيله، شنو اللي بيها؟ يعني مستفعل فاعل، مستفعل فاعل. ايه بس تجي التفعيله الاخيره فاعل، فعل. تجي فعل، تجي فاعل. المهم هاي الجوازات اللي جنابك. المهم ترفيل، اكو ترفيل. زين. هذا الجوازات تنطبق على ما اشتق من الشعر الشعبي. طبعا حضرتك يعني سؤال مهم هذا اللي قلته. هو بالنسبه للترفيل والتسبيغ والتذييل، هاي عله بالزياده، اي اضافه. مثلا هسه تريد تقول التسبيغ هو من مفاعيل يصير مفاعلان. مفاعيل، اللون هاي اذا ضيف لها حرف، يعني السبب الخفيف اذا ضفت له حرف يصير يسمونه التسبيغ. الترفيل اكو ايضا الازاله. انا اتمنى اسمع بس ما عندي وقت بقى. اريد اسالك اخر سؤال لانه استغل الوقت حتى وان اتجاوز على المخرج جاي اشر لي. نعم. الاخوه بعض الشعراء يعتبرون القافيه فقط حرف الروي. القافيه يعني هو حرف الروي من ضمن حروف القافيه. حروف القافيه 7. احنا الاشهر هي الروي. الروي ليش اشهرها واهمها؟ لانه هي اسم القصيده تصير مثلا قصيده رائيه، قصيده سينيه، حسب حرف الروي تسمى القصيده رائيه. اذا الروي مو قافيه. لا، هو احيانا ما يجي قافيه، احيانا يجي قبل الحرف الاخير، او يجي يتاثر بما قبله. بما قبله أكيد. ويتاثر ويكون من قافيه من 3 حروف، قافيه من 4 حروف، قافيه من كلمه. صح كلامك صحيح جدا. اذا حرف الروي احيانا مثلا هسه انا عندي قصيده بطلنا الغنى وشقينا التفوف، تعبنا من العشق يا روحي كافي. هذه كم حرف؟ كافي قافي هافي الالف غافي. والفاء والياء 3 حروف. اذا احسنت. نعم. لم يبقى لي، انا ما اتمنى انه تنتهي هاي الحلقه واقعا، والله ما حسينا بالوقت. متروسه فائده. ولم يبقى لي الا ان اقول لشاكر التميمي امتعتي، استفاديت منك. بالعكس انا استفادت منك، انت استاذ وشاعر. استفاد منك المستمع، وخير مقدم اليوم بهذه الحلقه. شكرا جزيلا لك. الله يحفظك. احبتي اعزتي مستمعي قناه الغدير، لكم من المبدع حامد العيبي اجمل تحيه، من الكادر مني انا خادمكم ابو محمد المياعي. الف شكر. حتى التقيكم بحلقه اخرى وجديده من برنامج غدير الشعراء، استودعكم بتحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا. ممنون. شكرا جزيلا.